قبل ما ابدا الفيديو بتاعي انا حبيت احيي واقدم الشكر للاعب نادي الزمالك سابقا ولاعب نانت الفرنسي حاليا، اللاعب مصطفى محمد. مصطفى محمد رفض ان هو يلعب مباراة تدعم جماعة الميم، وطبعا كلنا عارفين جماعة الميم مرفوضة في ديننا الحنيف والدين الاسلامي، ورفض ان هو يلعب المباراة. طبعا نادي نانت الفرنسي قرر عليه غرامة مالية تروح لصندوق جماعة الميم. شوفوا هم عايزين يوصلونا لإيه؟ عايزين يخلينا نعترف بجماعة الميم. يا جماعة أتمنى من كل لاعب بيغادر جمهورية مصر العربية إن هو يؤكد على النقطة ديت أو البند دوت قبل ما يوقع على العقد. بلاها دول أوروبية، عندنا دول عربية ممكن إحنا نروح نحترف فيها، وملعون أبو جماعة الميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناتي، قناة أبو شين، القناة المتواضعة اللي هي بتاعتكم قبل ما تكون بتاعتي. أنا اتكلمت امبارح في فيديو مهم جدا، كنت حابب إن أنا أطرح القضية موجودة على ساحة اليوتيوب، وهي قنوات الشحاتة زي ما هم بيقولوا أو قنوات المتسولين، وإزاي إحنا بنصدر الصورة السيئة ديت لخارج مصر وداخل مصر بالصورة القذرة اللي موجود عليها اليوتيوب المصري من بعض النساء اللي موجودين على منصة اليوتيوب، وقصتهم مع الدعم، وان الدعم بيدعم ناس ما تستحقش اصلا الدعم، وان هو مجرد هم بيلجم بقهم في الكلام، وبيلجم بعض قنوات النقد ان هم يقولوا كلمة الحق. ويا ريت اللي ما شافش الفيديو يدخل على الفيديو ويشوفه ويقيم كلامي بتعليق مناسب للمحتوى اللي انا نزلت فيه الفيديو. اما القصة التالية فهي هتبقى قصة فتح قناة جديدة في عيلة آل داوود للأخت شريهان داوود. شريهان داوود على المستوى الشخصي هي تقريبا والله أعلم ملهاش في الميديا خالص نهائيا، لغاية ما زاهية داوود امبارح طلعت فيديو وقالت كان المفروض الكلام ده يحصل من زمان. وفعلا انا لما شفت شريهان في بعض الفيديوهات العيله حسيت ان هي انسانه طيبه، انسانه خلوقه، انسانه فعلا بعيده عن الميديا وبعيده عن مشاكل آل داوود بالكامل. بتروح عند حلميه وبتروح عند زايا وبتروح عند رانيا وبتروح عند حنان، وحابه العيله كلها. وعملت القناه شريهان، وطبعا بعض المتابعين، وهم اقول بعض المتابعين يعني مش كلهم، ممكن يكونوا لاموا على زايا انك انت هتكرري نفس الغلطه اللي انت غلطتيها مع حلميه وهتطلعي شريهان، ومتخوفين من نقطه الخلاف يمتد الى شريهان داوود. عايز اقول لكم يا جماعه الخير، انتوا لو حابين الخير فعلا للعيله ديت، ولو حابين الخير لشريهان بالذات، لان احنا شايفينها ان هي انسانه طيبه وملهاش علاقه بالمشاكل اللي موجوده في عيله آل داوود، لا جت مع ده على ده ولا جت مع دي على ديت ولا اي حاجه خالص في المشاكل بتاعتهم، وبتروح لكل افراد الاسره، ومحبوبه عند الجميع، محبوبه عند الجميع. عايزين نبعد خلافات زايا وحلميه مع بعض في الوقت الحالي، ونتجه لو انت حابب الانسانه الطيبه ديت نتجه لدعم شريهان داوود في قناتها، لان فعلا هي محتاجة القناة ديت، محتاجة القناة ديت، وكلنا عارفين ظروفها وكلنا عارفين الأمور اللي بتمر بيها. وأتمنى أن جمهور الفريقين، جمهور زاهية وجمهور حلمية، يبعدوا شريهان عن أي حاجة تخص عيلة آل داوود في مشاكلهم، عشان الإنسانة دي تعيش زي بقية إخواتها، وربنا يكرمها ويرزقها في القناة الجديدة دي. الأمنية أو الطلب اللي ممكن كلنا لازم نسعى إليه، وإن احنا نبعد شريهان داوود عن مشاكلهم الشخصية العائلية اللي مفروض إن احنا نقول فيها كلمة خير، ونتمنى ليهم الخير، ونتمنى ليهم شمل العيلة مرة تانية. انا من هنا بوجه سؤال للخالة حنان، مش عارف انت اتأخرت ليه في عملية لم الشمل، بس انت اعلنت عن المبادرة وما كملتيش المشوار بتاعك.
يا ريت نكمله، يا ريت تطلعي تقول لنا ايه سبب التأخير في حاجة زي كده، وتعلني للناس على اساس اذا كان في افراد تانية بتسعى لحاجة زي كده يقدروا ان هم يتدخلوا، او على الاقل يساعدوكي في لم شمل العيلة مرة تانية. منتظرين الخالة حنان في الرد على التساؤل دوت. هننتقل من قناة شريهان داوود، هنروح لقناة تانية انا منزل فيديو ليها على المنتدى عندي. يا ريت برضو نخش نشوف القنوات اللي هي فعلا تستحق الدعم، يا ريت نخش نشوف القنوات اللي هي مفروض يكون عندها داعم حقيقي عايز يساعد الإنسانة ديت، أو عايز يساعد القناة ديت من خلال دعمه، عشان يعرف الدعم بتاعه رايح فين ورايح لمين، وهل الدعم ده القناة دي أو صاحبة القناة تستحق الدعم ده ولا لأ. أنا متأكد 100% لو دخلتوا قناة اللي موجودة على المنتدى، حتى اسم القناة يشجعك انك انت تدعم القناة ديت. اسمها ماليش غيرك يا رب. انا عايزك انت تدخل على المنتدى وتشوف القناة ديت على اساس تشوفها اذا كانت تستحق الدعم ولا لا. واذا ما كانش الداعم اللي بيدعم القنوات الكبيرة يروح لقناة زي ديت، امال هيروح فين؟ اتمنى من المشتركين اللي موجودين عندي في قناتي يروحوا على المنتدى ويشتركوا في القناة ديت، لانها فعلا تستحق حتى الدعم المعنوي لمشاهدتك ليها لفيديوهاتها البسيطة. انت كده بتساعدها، انت كده واقف جنبها، انت كده بدل ما تضيع وقتك في قناة عشان تسمع شتيمة على فلان او فلانة. لا، ادعم القناة ديت بمشاهدتك لفيديوهاتها والاشتراك فيها. اتمنى كل واحد بيشوف الفيديو دوت يدخل على المنتدى عندي ويشترك في القناة ديت، والدال على الخير كفاعله. واتمنى من متابعينا الكرام على قناة زاهية داوود وحلمية داوود ان هم يشتركوا في القناة ديت زي ما اشتركوا في قناة شريهان داوود، وهيكبروها وان شاء الله يوصلوها ويبقى رزقهم واحد، شريهان داوود وماليش غيرك يا رب. منتظرين اشتراككم في قناتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.